ذكرت المهاجم كابتن، ذكرت المهاجم في ريال مدريد. الارقام قبل هذه المباراه تقول اكثر لاعبين صنعوا فرص من لعب مفتوح في دوري ابطال اوروبا هم لاعبو ريال مدريد. بيلينغهام 32 فرصه، فينيسيوس 31، كيليان امبابي 31، ومع ذلك الفريق لا يسجل. يعني يصل لكن لا يسجل، يستطيع صنع الفرص حتى في هذه الظروف السيئه. صحيح، لكن اليوم تحس انا طبيعي هذا جولار واللاعب ابراهيم دياز ما عندوش امكانيات يلعب راس حربه. اليوم لعب راس حربه لقى صعوبات كبيره، اعتمدوا على اللاعب امبابي باش يلقى الحلول، لكن اليوم لعب تسديدات كابتن 10 2 فقط باتجاه المرمى اون تارجت لريال مدريد في كل مباراه في 90 دقيقه. بالليل صعب انك تلعب ضد دفاع قوي وضد وسط ميدان، وسط ميدان لليفربول وسط ميدان قوي جدا. شاهدنا جوناس، شاهدنا جرافنبرغ، شاهدنا ماكاليستر في الشوط الثاني، يعني لاعبين يشاركوا في انهاء الهجمه، يشاركوا دائما. تلقى 5 6 داخل 16 متر، فريق يهاجم 7 8، ولهذا يضغط عليك ضغط حتى معناتها ترتكب اخطاء بطبيعه الحال. يسجلوا ليفربول من اكثر الفرق اللي يضغط ويستغل الاخطاء الدفاعيه. قاعد كابتن متوسط الجري في هذه المباراه اول 4 من ليفربول دياز، ماكاليستر، روبرتسون، وايضا جونز. ثم في الاحصائيه اللي قبل ذلك اجمالي الجري في هذه المباراه 108 كيلو ليفربول، 103 ريال مدريد. وعاده اللي ما يستحوذ على الكره يجري اكثر. صحيح. اليوم فاز بالاستحواذ، فاز بالجري 5 كيلو اكثر من ريال مدريد. في الشوط الثاني تحس ان ليفربول واقف افضل، ليفربول اسرع، ليفربول اقوى بدنيا، ليفربول يضغط منذ الدقائق الاولى. ليفربول ضغط وخلق فرص، وطبيعه الحال لما يضغط عليك بطبيعه الحال باش تخطئ امام وسط ميدان اليوم ضعيف لريال مدريد. وخروج كامافينجا زاد اثر تاثير كبير على من الناحيه الدفاعيه، اصبح يلعب وحده ليفربول في الشوط الثاني، خلق فرص. كان ممكن الحراس المرمى لعبوا دور كبير، لان كانت النتيجه تكون مغايره. حتى كورتوا تالق رغم الخساره، كان ممكن النتيجه تكون اكبر. كورتوا تالق في الشوط الاول وفي الشوط الثاني، ولهذا ما نلومش كثير على الريال. صعب انه الريال يمشي ناقص 6 لاعبين ويفوز على افضل فريق حاليا في اوروبا. خلينا نشكر محللي بي إن سبورتس كابتن طارق، شكرا لك. شكرا. ودخلت شكرا لك. ليله سعيده لهولندا والهولنديين، سلوت وخاكبو وبي اس في وامور كثيره. نعم بي اس في وفاينورد فعلا يومين رائع على الكره الهولنديه. شكرا. ليله ايضا ممتازه للمصريين لان صلاح فاز 2-0 يعني. طبعا العقده اتحلت بتاعت ليفربول مع ريال مدريد من 2009. ريال مدريد ما قدرش يفوز على ليفربول، من 2009 ما قدرش يفوز على ريال مدريد. وجوله حلوه للبرشلونيين المصريين. حصل صح. والقطريين برضه. شكرا عزيزي، شكرا لكم على المتابعه. انتقل الان مشاهدينا الاعزاء الى اريج لنستكمل معه ومعكم هذه التغطيه لبي إن سبورتس لهذه الامسيه. اريج مساء الخير.